مساء الخير، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ صح لاباس اللهم لك الحمد. الموضوع اليوم سولوني عليه بزاف، كنت متردده نهضر فيه اصلا، ولكن ضروري نهضر فيه مادام تطلب ليا بالحاح. اذا انا غنهضر فيه، اختاريت اني نهضر اليوم في موضوع كيمسني بطريقه خاصه جدا جدا جدا، الا وهي المهنه ديالي. المهنه التمثيل مهنه غنقولوا من احسن واجمل المهن على وجه الارض، ومن اندل واخبث المهن. واو، شاد تناقض عاليه، بديتي تحماقي. واش اجمل ولا اخبث ولا ارذل ولا اندل ولا شنو؟ لي دو. عرفتي ديك وجهاني لعمله واحده، هو التمثيل. التمثيل اذا قلنا كمهنه كاداء داكشي اللي كنحسو به ولا كنقدروا به، كنشخصوه، مقولش فرنساويه عاود ليا فمي، ونشخصوه داكشي الروعه. كتحس براسك طاير وانت كتمثل وانت كتبدع وانت والشخصيه وتكروزي فيها وما عرف شنو. مع هذا الكوتي الزوين. ايوا الكوتي الاخر، الكوتي ملي غيوصلك تمثلي فاسيل. غتقولوا لي الموهبه كتوصل بوحديتها، لا، 100% غلط. الا الزهر بيور، عنده الزهر كارث الحجر كما كنقولوا. اما التمثيل خصك ماشي يكون عندك المغارف يدين، خصك عندك مغارف د الحديد اللي يستحملوا السخانه. شخصيا انا محرم على بناتي ان يفكروا، ماشي يديروا، يفكروا يتخيلوا شي نهار يكونوا ممثلات. كيفاش انت ممثله ما بغيتيش ولادك؟ بيان سور. واش اذا كانت مهنه قاسيه جدا وصعبه جدا وكاين فيها الزهر بزاف تبغيها لولادك؟ واذا ما صدقتش دمر لهم حياتهم. غتقول لي واش دمرت لي حياتي؟ دمرتني، كتعاد دمرني في وقت من الاوقات، مي عقت براسي ورجعت باللور. حيت انا كما قلت لكم، واحد الانسان كتعشق التمثيل من نعومه اظفارها، وكنقولها وكنقصدها زعما بلا ماشي كنتفلا. يعني فلاج صغيره بزاف وانا في الابتدائي، والاستاذ كيطلب منا ان نكتبوا المهن اللي باغي نكونوا في المستقبل، وكلشي يقول باغي طبيبه، شرطيه، استاذه. انا كنكتب في الورقه ممثله. ملي كيقول الاستاذ كيقول لك عافيه بغيتي ما تكوني ممثله، في التلاميذ كيعملوا لك كراخ، كيقول لك شنو هاد الممثله؟ كاين اللي كيفهم كيبدا يضحك. من تما ما بقيتش كنقول له ما بقيتش كنقول له شنو باغا نكون، كنقول له ما عارفاش، وانا اللي في راسي. بديت كنكبر ورد الفعل دخلتي وراج ديالها التمثيل نساي. قلت دابا غير ما عندي ما ندير. توفات خالتي الله يرحمها، رجعت من تطوان. دونك حلم الطفوله بدا كيلعب ليا في راسي. خليت بيولوجي، خليت نعمل الصيدله في اسبانيا، خليت داكشي كامل. قالت لك خصك تكون ممثله. عيات فيا ماما الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. بعد من ديك المهنه لاعب فيها الزهر بزاف، اللي ما تفهميش، راه ما عارفاش شي الموهبه انا اللي عندي، راه ما عارف شنو. انا هي بريجيت باردو زماني، انا هي كنكونوا باقي صغارين الراس، ما عارف شنو فين غنوصلوا. بعد الايام كتقراطي فين غنوصل لحد دابا في دارنا. ما علينا. جات ديك السعيات فيا، ملي قلت لها والو، ما خلات ليها السخط هرباها، ما عارف شنو خلات باش نبعد مع التمثيل. قلت لها انا والتمثيل والزمن طويل. طلعنا الرباط، سمعت بان كيدوزو المعهد الكونكور، مشيت دوزتو وما تقبلتش. هذاك موضوع اخر، علاش ما تقبلتش؟ ما علينا. العام الثاني رجعت دوزت، ما تقبلتش. العام الثالث شتي الحب ناري. وكان عندي العقل دابا ما نديرش السنه الاولى والسنه الثانيه السنه الثالثه عاد غنتقبل. ضيعت قلت 3 سنين من حياتي انا غادا جايه. ما علينا. تقبلت، كنت اسعد وحده في العالم. بحال تقول ربحت ملاير. دخلت كنقرا، وكانت ديك الفتره القرايه من اجمل فترات القرايه. القرايه زوينه، القرايه لا يعلى عليه، لي زادك زوين، الحلاوه، الاساتذه، الوسط، كل شيء. وكتقرا ليستوار دو لا والدراماتورجي والاداء والارتجال والميوزيك فن 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 فن. ديك 4 سنين كدوز عرفتي بحال الحلم، شي كامل زوين 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 زوين.
تشدي دبلومك. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت تسناي الموهبة الفذة. الموهبة الفذة قالوا لنا واحد الأكذوبة كبيرة جدا جدا جدا. بعض الأساتذة أكذوبة كبيرة وأنا ضيقتها وللأسف أنا ذاك. وما نقول أنت شي حد دابا، لأن إذا سمعتكم من خالتكم عالية سلم الفني قلت لهم السلم هكا درجة لا درجة ما كينبغيو درجة. احنا الريتم ديالنا باش غاديين هنا في التمثيل هنا في المغرب كاين شي درجه كاين كيطير من الطياره وكيتحقق السله الدرجه الفوقانيه تما ما قرا ما رعى ما دار معهد ما حمق عليه بالطفوله ما والو، ما عنده موهبه ما عنده والو، ما عنده الزهر والعلاقات طاح. وديك الهبيله ولا الهبيله اللي بحالي قال لك درجه جبنا من تحت ندير غير مشيهد وندير غير القيطه. اكتشفوا الموهبه ديالي. لا بنتي لا ندير القيطه ومشيهد قديمه في القيطه ومشهد. اكتشفوا الموهبه ديالها ما اكتشفوا والو. اجي وحده صمم بكم لا تقشعوا شيئا عيطوها البطوله خليتي كتحمزي كتقول معليش انا هدور صغير من اخرى يكون دور كبير ومره اخرى من بعد ساعات كيكون ديك الدور نعيشك مراد اندر ديك الدور اللي سميتو كدوزي كوم سيلوات ماشي توصل كتكون دي السيلوات انت فرحانه كطلعي السلم انت طالعه في السلالم كتقول حنا لاج كتكبري كتشرفي ولا سميتو كتطلعي في السلم معكله في الدرجه الثانيه ولا الثالثه انت السلم 25 26 27 30 35 40 انت باقا في السلم انت ما قطعتيش منه حتى 20% كتسناي. وملي كيجيك شي دور مزيون اولا شي حاجه كتقول واو جاتني الدور زوين هذا الدور وكتحطي فيه وتخدمي فيه وكتبكي فيه وتطيري فيه وتنزلي فيه وتقول واو هذه اللي غيكون هي البدايه. كاينه بدايه لا والو كيخرج فيلم مزيون كذا تبارك ولا قالوها لك تبارك الله كما كتسمعيها المغربين ممكن يقولوها لك مثلا الوسط الفني شحال كيستيفون كيقول لك تبارك الله عليك كنتي رائعه واكثر من رائعه. ممكن يجي انكو تليفون برا ولا شي حاجه نمشي دوله اخرى نمشي مهرجان اخرى ولا شي حاجه كيبغيو دايرينها وداكشي ما هنا الناس هنا ابدا ما تسمعي شي تبارك الله عليك والله يعطيك الصحه ولا الله يعني ما علينا انا وصلت فيا العظم داكشي بغيتش نهضر في هذا الموضوع ما علينا. كتقول معليش هذا كان فيلم تبت به ما قاعد تجيبو كتبقى كتسناي والعلاقات ما عندكش كتسناي وانت زيرو علاقات باش كتقول غندير الموهبه ديالي وما يعيطوا لي وتسناي خمري تما راه تحماضي وتجلسي ما كاينش اللي يعيط والسنوات تمر كتفوت عام ما درتي والو كتفوت عامين وما درتي والو ولا مسلسل ديري انت جالسه صافي جرات في الحياه زواج في اولاد في اطفال في تربيه والمسيره الفنيه والحاجه اللي كنتي كتبغيها وكتحمق عليها الصبر في مشات كتكتئبي كتجيك اكتئاب وتبغي تبكي وتهاديك والافكار الخايبين وداك الشيء ومن بعد كتقول اعوذ بالله باش تراجي ولا هذه محتاجين لي شات المهنه حنا مسلمين كتحاولي تشبتي ولا ما بغاش سيدي ربي صافي ما مكتابه لياش ونتقاتل مع المكتاب ما يمكنش صافي المهم بقيت هكا ندير الادوار البسيطه عملت شي بطولات خفيفه كنت شونس وصافي لان كما كتعرفوا اختكم زيرو علاقات في الوسط الفني ولذلك كان صعب عليا بزاف اني نحصل بطوله على بطوله مورا بطوله لا صافي كنصاب بالموهبه بوحديتها بالعلاقات راه ما ديروا والو الحبايب ويكون عندك شي حد في كتف صحيح يعطيك دفيعات مزيونين ويحطك سيغ لا بون فوا. وحنا الريتم ديالنا كيف التمثيل هنا في المغرب ماشي بدوله اخرى راه كيجي واحد كما قلت لكم كيجي بدور صغير وكيكتشفوا بان عنده نيه الموهبه كل شيء كينقص عليه عندهم الخوصه يعني الدوله ما كتمولش بزاف قد الخوصه دونك كيما كيقول لك هذا نجم الشباك هذا كما كيقولوا بالمصريه الجمهور عايز كذا او عايز هذا الشخص هذا فهمتي. دونك الشباك الشباك والتذاكر هما باغيين النجم فلاني. دونك مادام الانسان عنده موهبه ما عندوش موهبه هو اللي كيدخل الناس باغينو هذاك بالضبط باغينو. دونك هذاك يعطوه البطوله باش يسميت. حنا لا انا علاقات وملاقات وفلقات وصلاقات ما علينا الا حاله نادره كاين فيها الشونس وكاين فيها الموهبه وكاين شو ما نقدرش نعمم باش ما نظلم حتى شي حد. انا كنهضر على راسي حتى شي حد ما يحس براسو كونسيرني بهذا الكلام انا كنهضر على راسي وشنو طرالي انا بالضبط. المهم بقيت هكا في الادوار سميتها كنقول ولا وهاد الادوار الصغارين وهاد السلم ما بغاش يتقاطع هاد السيلوات كتدخلي كتمشي عمرك كتحسي بعدم احترام
ما تفهمونيش غلط بعدم احترام، لان حتى شي حد ما يتجرأ انا ما يحترمنيش الا يكحلها مزيان، لان انا واحد الانسانه قاصحه ما كنطوليريش ما كنسامحش انا شي حد يهبط مني. كندوزها بالحق، كنقول لا اش كديري بحال مثلا دابا في تصوير معين من في يوم من الايام الو فلانه اجي داكشي وانا مشيت كنجي ديك اخر لحظه وما بعدين تصوير داكشي حصلوا شي واحد قال لك رويضه السكر كاينه عاليه، اجي وعيطوا لها تلعب هذا الدور. الدور فين الدور؟ ابري ولا جوج كلمات تقولوا ما عرف شنو، انا باقا ديك الدهشيره شنو كديروا كيفاش جوج كلمات ديال وما خسرتش انا الخليقه ديالي باش ندخل جوج كلمات. شدوا واحد راتي جوج مرات، واحده في بروديوسيون واحده رجع واحد الصوينيه قالوا دخليها باتاي وصافي نقولوا 5 الخير سيدي وحطيتي خرجي بحالك. هذا هو الدور ديالي. كنطلع السنه من السنه هيدا خصني نطلعوا ان شاء الله. نلحق دابا وقيلا حتى من 60 سنه. وحنا تحت حطوا الملفات ولبسوني. المره الاولى بهدلوني ودخلت السوينيه، ومره ثانيه فركسوني شويه هكا وديك الشيء، وداروا لي واحد سميتها الملفات في يدي وقالت ادخل كاتبه. مع احترام دور الكاتبه لا نوصل غير ملفات ونرجع، ما عنديش شي حاجه كثيره. ومره ثالثه قال لك غتكوني صاحبه البطله في الدقه الاولى كتموتي. يعني شنو نقول لكم، الفيلم ديالي عمي كان كيهضر على معاناه ممثله صاعده ما لقاتش الفرصه ديالها، وكان فيه واحد 70% من الحقيقه داش كيدوز على الممثل. ماشي اي ممثل، كاين عنده الزهر، انا ما نقدرش نهضروا على لي فلومغ اللي ما طلعلوش الزهر بزاف، كيف كانت حياتهم مكعبله، حياته الفنيه مكعبله، ماشي اللي جاتو على طبق من فضه او لا كان مؤثر حتى ولا عنده البطوله على طبق من فضه، او لا سواء عنده موهبه سواء ما عندوش موهبه، سواء مغنيه ما عمرها ادت ما والو عاود جاتها البطوله على طبق من فضه بصحتهم. ماشي اللي يلقى شي حاجه واجده يقول بسم الله راه يكون هبيل اذا ما كلاهاش وما قالش بسم الله. بالحق انا ما تحتش عليا هذا الطبق من الفضه بزاف. تعرفت لي شي مره انا كان عندي غير السلم هكا وانا طالعه منه كنت مكعبله تحت بالموهبه ديالي فرحانه بها. واكتشفت بان ولذلك غنقول من هذا المنبر كنت ماشي كنعاود الخريفه 1902 الاباء الامهات رساله، رحموني او لا ملي بغيتو قولوا لي في ظهري او لا مت او لا حيت ويبقى الفيديو موثق. عندكم تخليو ولادكم يديروا لاغ. اش كتقولي عليا؟ كنقولها. ولذلك اذا عندكم اموال طائله وولدك عيد لا كارير وتنتج له نتيا، نقول لك اذا عندك الجبهه وعندك سميتها وعندك دير له المناجر ديالو المسائل ديالو تمشي مع دقه وتفرش له الارض باش يقدر يقتحم هذا الدومين اللي ماشي سهل، نقول لك انا معك. ما تقول لي لا انا من اسره متوسطه او فقيره عندها السلام وعندي موهبه، عدوز عليك دكاكه هكا بالمصلوح. ولذلك ولادكم اذا عاد يبغاو يبدلوا عندهم كيعشقوا التمثيل ديروا شي حاجه اكوتي، على الاقل اكوتي دبلوم يوكلهم الخبز باش يخدموا مره في العام مره في العامين، ويا ربي عندهم شي زهر. واش كتسمعوني؟ في الاخر بدا كيبقى مسكين مربع يدو. ماما ما كيعيطوا لي شي اش يعيطوا لك ابني؟ خصك عندك الجبهه والموهبه. لا موهبه شويه ما عندهاش اهميه بزاف، الجبهه وطيري وتنزلي والفلوس، وخصك تكوني نيت لان هذا التمثيل وهذا الدومين ديالنا راه كيدي على المظاهر بزاف، على الطروبيره اللي كتوصلك في الباب، على الطروبيره اللي في الباب، السوارات اللي في يدك، التليفون اللي هازه. كاينه شي حاجه بحال هكا. يعني فرق بين وحده جايبها الشيفور على فرق وحده جايبها التاكسي او الطوبيس. موهبه كنقولوا ما كنهضروش على الموهبه هنا، كنهضروا على المظاهر كيلعبوا دور كبير، ولي زانفلونسوس كيلعبوا دور كبير، واللي عندهم اموال طائله كيلعبوا دور كبير كيدخلوها بصباطهم. ولذلك انا شويه قاصحه في كلامي. انا شخصيا كنقول لكم وسمعوني راه محرمه على ولادي انهم يجيو يدخلوا الدومين لا التمثيل ولا الغناء. غني اختي غني، موهبه غني، دا تغني انت غادا هزه الميكروفون انت كتغني، مثلي في الدار، مثلي في العطله، مثلي مع باباك.
عطله، عطاتني عطله ماشي كمهنه. خلي لا كارير ديالي وانا كنت بريونت في القرايه وكنت سيونس اكسبيرمونطال ومزيونه ومتحفه في القرايه ونتبع التمثيل. لا لا لا، شطفت بالموهبه ديالي. الموهبه ديالي الناس كيقولوا تستاهلي في شي ادوار، تستاهلي الناس اللي كيبغيوني او اللي كيديروا لي خاطر الله اعلم تستاهلي اوسكار. شكون سمعكم خرج الفيلم هرس الدنيا؟ اش هرس الدنيا؟ راه كيعيطوا لك شو خيدوز فيلم زوين وغزال ورائع والناس حماقوا عليه عيطوا لك. بقيت غمالي تما بقيت جالسه مربعه يدك. لذلك البناوت وليداتي اولادي فكروا دو فوا قبل ما تبغيو التمثيل، بغيوه كهوايه اديب، ديروهش كمهنه. بناتي كنقول لهم ديروا اي مهنه، فرمليه، خياطه، طبيبه، داكشي اللي قدر سيدي ربي. والتمثيل والغناء، حيت البنت الكبيره كتبغي الغناء وداكشي، لا انا رايي واعتبروني بليده ولا مكلخه ولا اللي بغيتو، ما كنثق لا في الشعر ولا في الغناء ولا في التمثيل ولا في الكره. هاد المهن صعابين. هاد المهن هادو اللي كني انا دابا اللي جاوني دماغي، هاد المهن هادو خصك عندك الجيب والجبهه والسطيحه والفلوس، خصك تكون محاربه نيت. وانا ما عندي لا اموال طائله ولا الجبهه ولا العلاقات، واش كداني لهاد المهنه؟ عاد تقولوا لي باقا كتبات لي واش عندي الادمان، علاش انا جاني دور مع المثلج بحق. واحد الحاجه نهار ملي بقيت كندوز وكيعطوني دور صغير، نقول لكم وسمعوني على قول الله اكبر، راه كيدوز الفيلم ديالي قدايرها طافين عن بان في الدقيقه 88 و10 سكوند دايزه. كيكون عندك 3 4 المشاهد في المونتاج، كيولي عندك مشهد وربع، تيجي على 5 سمشيه تقول مزيونين متحفين ما بيهمش با بروبليم، تولي ديك المشهد الاول طار وديك المشاهد الزوينين انت كتعصري وكديري وبدله وداكشي وفرحانه واكتفاء الذاتي وما عرف شنو. شاد المخرج تيقال لك واحد 80% ديك الضوء ديالك كان خلاك انت راه كيسوي الواد، انت كدوي والوجه داخلك مشدود، انت كتعصري تما وكتقطري وكتصفاري وتخضري وداكشي. هو ما كيجي يكون المونتاج ديالو كيبين لك مرة الوجهات واحد اخر ماشي الوجه ديالك، التعصب ديالك وعينك والتفاعل وخرج البكيه من هنا من ودنيه ولا من كرشي ولا من لا. مهنه انا ما ننصحش بها لا هنا في المغرب ولا برا. انا ما عارفاش شنو كيطرى برا، حيت كنت نتناقش مع راسي يقولوا لا المهنه صعيبه، كيقول لي برا صعيبه. يعني هذه المهنه خصني نفكر ندم 3 مرات و10 مرات قبل ما يديرها. قال لي كاين دراري هكا باقي صغارين كيضلوا يدوروا في الانجلتير، يضلوا يدوروا في بلاصه اللي كانت كاستينغ وطوابير هكا الصفوفه بتوصل للنوبه. ومالك يا اختي ديالي مالك الحبيبه، كاين اللغات وكاين القرايه وكاين الماط وقراي وحفي راسك وخرجي شي حاجه مهمه، خرجي لالايتنا وخرجي كابيتانه، خرجي ما عرفش شنو، خرجي كاين المهن عطا الله غير قرايه. تظهر من القرايه التمثيل موهبه عندك فياش كنقولها وكنعاودها، ردوا بالكم هاودني. كنوصي الاباء والامهات اللي كيخليو ولادهم يديروا لهم الخاطر. انا خصني يعطوني شي قتله ربانيه ماشي يقولوا لي ما ديريش. انا كنت ماما الله يرحمها وكان العجله ترجع للوراء، نهار ملي قالت لي التمثيل قالت لي لا ما عيسلكش يا بنتي، شبر شي عمود وتبقى لي هاك بالك هاك باش تخلينا نحط في التراب، تعطيني شي صرخه رباني ونقول التمثيل بقات تجيني قفقافه. ما درتاليش لو كانت ليقتني هكذا وقرفصتني وعضتني قلت لي لا هي مسكينه غير تسمع ما عارفه شيء. مهنه وكان الحدث ديالها هو هذا، عرفت بان هذه المهنه الحمد لله على كل شيء. عندي رصيد فني قليل والحمد لله. كاين بعض الافلام انا فرحانه بهم وعندي افلام باقي جايين في الطريق ان شاء الله والحمد لله. انا باش ندوز سيلوات ودور صغير ما نحش به كنأدي، ولو تعطيني المبلغ اللي عطيتيني ما نديرش لان كيضر ليا خاطري. وداير شنو مبلغ كيعطيو لك؟ واش عطيوك ملايين الدولار ولا دور صغير عنده الثمن ديالو، دور كبير عنده الثمن ديالو. شنو ملايين الدولار على انا دور صغير يقولوا لي اجي عليها مليون دولار؟ بسم الله نكونوا واقعيين. ولذلك الدور صغير ما كنربحي فلوس ما كنربحي دور. كتقول لي لا ما راه يعطيك، راه ما يعطيكش، يعطيك اذا عطاك يعطيك دور في بحال هذاك ولا كفاس من هذاك. واش فهمتوا العربيه ولا ما فهمتوش؟ انا شويه قاصحه وانا كنت مرضت نهضر في هذا الدومين وفي هذا الشيء. الحق هي دايره هكا وسمحوا لي على صراحتي
وما نشجعكمش باش ما تحملش المسؤوليه ديالكم. انا قلت لكم كاين حالات استثنائيه اللي عندهم الزهر كيهرس الحجار، تقول لي فلان نجحت فلان نجحت، الله يزيدهم الله يعاونهم. انا سي با لو كا، يمكن ما عنديش الشبهه، ممكن ما عنديش الشبهه، باغي يضحك على راسك كيخلي العشابي يجيب شي فنان يقول له ممكن انا يتهيأ لك، وكان انا النوع اللي يتهيأ لي عندي موهبه بغيت نقدمها. الله اعلم. والله زعما مرات الحقيقه كتلف لك، حق ليل والله كتلف لك. ممكن ما عنديش كاع نضحك على راسي، ايماجين تستنى مسكين وانا نضحك على راسي. لا دير لنا يا سيدي ربي. لا افلامنا الحمد لله تعرضوا برا وبشهادات بزاف، لا الاجانب ولا الداخل ولا تبارك الله عليكم. الافلام ديالي قدام كنا حنا باقي صغار، باقي دابا كيتجبدوا. والله الا مثلتي زوين، والله الا مثلتي واعر. انا حتى فتره ولا تخلي كاع الشك في راسي، واش بصح كنمثل ولا ممكن انا ما كنمثلش كاع مزيان، وقيلا غيتهيأ لي. بعض المرات كيدخلك الشك انك وقيلا خديتي المهنه خطا كاع. اكيد خديت المهنه، خصك كلشي مهنه اخرى، زعما تهيأ لي اني نصلح ليها وما صلحتش ليها، تخلي الشك. من الحمد لله مع السنوات زال لي هذا الشك. مره عرفت بان عندي موهبه، الزهر عندي قليل مانيش الشبهه. وناحيه من الناحيه الماديه ما كانش عندي جيبي صحيح، تكون عندي فواتوره ونخرج ونهداك ونلبس مزيان ونلبس غير السينيات، انا نبان حدا قراني وداك الشيء. ما كانش هاد المؤهلات كاملين. ومن التمثيل خصها مالغوزمون ما كيشوفوش شي سميتها، طلعوك من البنان الصبه ديالكم طالع واش غالي، وصاكم واش غالي، لبستك واش غاليه، ضربتك واش غاليه، وفي سكنه وشويه ولا دار عاديه وطاطاتي الحسابات بزاف. ولا ديك الحسابات ما عنديش معاهم. انسانه بسيطه جدا من الشعب، جايه تمثل، عندها موهبه، تهيأ لنا عاد نمشي بعيد. ما مشاتش بعيد، مشيت بعيد مع وليداتي ومع راجلي ومع داري ومع موعناتي ومع اليوتيوب ديالي، مع الناس اللي كيحبوني وخا فايحين نافحه وجهكم كيسمعوني وكيعرفوني كنهضر من قلبي. وكنصح لكم ولادكم بحال اللي كنصح وليداتي. كنقول لكم اذا مشيت تمت ولادي مشاو داروا الدوميك، انا بنتي قلت لها شوف عندكم من فوق كندعي فيك من فوق الا عملتي لي التمثيل ابدا يا بنتي وديري التمثيل ابدا، ما تحلميش تو سكي ما تحلميش. هوايه ممكن تمثلي مع باباك، تمثلي مع شي حد، الكارير ديالها خلاص القول الكارير ديالها ماشي هكا بيان فيكسي. وبيني وبينك ملي كتبقى دخلي لهم هاد القضيه لا هما باقي صغارين كيتجروا من القرايه، ما كيبقاوش عندهم اهتمام بها بزاف. دابا بنتي حتى مع الراس عندها ما كنشجعش بزاف الراس، وديت ولا صافي بعد مني نهار كامل كترسم كيعيش ترسم بوغافوار لا بخيمه ولا صافي حنا لي راس ما تكسيريش بزاف، لا ديري ماطون والفيزيك والشي ملي عايجيك مليح، مركز على المواد العلميه واللغات. ما نكذبش عليكم انا لا خداوني منه كهوايه اوكي، ما نعاودش الهضره ديالي كسميتها عذرا من انظر. انا اللي على حسب الفهمه ديالي، على حسب التجربه البسيطه ديالي والمتواضعه، نصحتكم كاخت لله كما كنصح وليداتي. انا ما صيفطتش ولادي للتمثيل، ما صيفط لهمش الغناء ككارير، كهوايه اوكي، ويلعبوا فيها يتسلاو فيها بالحضور ديال والديهم باش يكوفريو عليهم، لان كنطيح في عناصر ماشي مهمه اللي ما خصك تكوفري وليداتك بعد ولادكم بالدومين الفني، لان صعيب غابه خطيره جدا 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 جدا. ولذلك نكتفي بهذا القدر وكنتمنى ما طولتش وليت فكرت شي حوايج في الحلقه الثانيه غنقول لكم باش تكون بصح الحلقه الاولى والثانيه يكونوا مكملين بعضياتهم، باش ما نتمناش خبيت عليكم شي حاجه. انا كنت صريحه وشفافه معكم الى اقصى الحدود يعني، وانتوما حرين ديروا اللي بغيتوا، هذيك حياتكم. دار التمثيل، دار الغناء، دار الراس مجخمر، دار شي حاجه، حريه تامه. عندكم والديكم، عندكم عقلكم، عندكم انا خالته علي كتغني لكم حجايه 1940 صافي. هادشي اللي كاين. يلا خليتكم الراحه بوسه كبيره، والله يوفقكم والله ينجحكم والله يعطيكم ما في نوايتكم. اللي بغى شي حاجه الله يوصلوا ليها، والله يخليكم وليداتكم وما يقولوا لكم اوليداتي، ما لكم والديكم بعدهم واحد الحاجه فلانيه واخا ما كيفهموش، راه عندهم واحد الاحساس الوالدين بان ولادهم عيفشلوا في ديك الحاجه. والله اذا قال لك باباك ويماك خصوصا والح على انسان كتبغيها ولا مهنه ولا اي حاجه، بعدي منا كتكون شي حاجه عطي له صدق بشي حاجه باغي يوصلها لك بانك الحاجه ما غتصلحلكش. وحنا حيت بالسخونيه ديال الراس ويسحبنا حنا اللي كنفهموا كلشي، والدين ما كيفهموا والو، كيفهموا بالاحساس، احساس قوي عندهم واخا ما قاريينش واخا ما كيفهموا سكوت ما كيفهموش. نهار ما كتبعش والديك ما كتقدرش تلقى في جنابك مني وجبت.
ايوا خليتك 2 مرات كنقول لكم بوسه كبيره.